بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رد سريع على الأخ الإعلامي الكويتي اللي طلع بيدافع عن المصريين وبيتكلم عن السيسي وعن حقد الإخوانيين السودانيين على الحكومة المصرية وعلى الشعب المصري. في المقام الأول ده الحقد الكويتي، ما أبدا ما الحقد السوداني. الحقد الكويتي على السودانيين لأنه الحكومة السودانية وليس الشعب السوداني وقفت في حرب الخليج مع صدام حسين ومع العراق ضد الكويت. فالحقد بتاعك دي انت عايز تطلعه هسه دي عشان تيجي تدافع عن المصريين وعن السيسي. المصريين ابدا ما محتاجين لمطبلاتيه، المصريين عندهم مطبلاتيه مئات الالاف من المطبلاتيه في الاعلام المصري، وما محتاجين لمطبلاتي بعقال عشان يجي يتكلم عنهم. بالنسبه للاستفزاز للشعب السوداني انه مصر لما الجيش المصري اذا التفت التفاته بس يعني ممكن نرجع مره ثاني السودان للاستعمار او للحكم الثنائي الزمان كويس اللي كان في مصر، اللي هو انا بعد اصلح معلوماتك انه المصريين ما حكموا السودان عمرهم، الحكم كان تركي وقبليه انجليزي. يعني محمد علي باشا ما كان مصري ولا الملك فاروق كان مصري، كان ملك مصر والسودان، وقديتونا انتم المصريين بانه ملك مصر والسودان. ملك مصر والسودان كان اجنبي، ما كان مصري، كان بيحكم وطلع من مصر مطرود زي ما تاريخ ما يعني مذكور ومعروف. بالنسبه للالتفاتة، أنا بذكر بالالتفاتة اللي التفتها صدام حسين للكويت وللكويتيين في خلال 10 دقائق دولة الكويت بقت فاضية ما فيها غير الأجانب. فده ما الجيش السوداني، الجيش السوداني جاء وحماك في بلدك، والكلام ده مدون ومعروف تاريخيا، وارجع لليوتيوب حتلاقي رئيس دولتك واقف في المطار وبدي في الجيش السوداني اللي حماك لما كنت لافي بالوزار قبل ما تلبس العقال كويس، ودفع لكل واحد من الجيش السوداني ظرف فيه ساعه وفيه مبلغ من المال. وقائد العام للقوات اللي كان في الكويت انذاك منع الجيش السوداني من انه يحمل الظرف، وبالصريح قال ارضا ظرف، وركب الجيش السوداني الطياره ورجع السودان معزز مكرم بعد ما حماك انت لما كنت لافي بالوزاره بتاعك. اما بالنسبه للموضوع الثاني، روح طلع الامريكان يا سيد، روح طلع الامريكان اللي قاعدين عندك من حرب الخليج، بيسعروا لك الدولار، بيسعروا لك اليورو، بيسعروا لك البترول حقك اللي بيشيلوه منك، ما تقدر تعمل عليه كنترول ولا بتعرف كم برميل بتصدر في اليوم.